كما لكم دحن نختلو بعلملو تسفاي لما أنتي حدش تحسطو حيزا لكم قريبا لخو كابتي تحسطنا سيرة من نور زبل وسئلنا بزعبا حد نجار تجابر أب اسطنبول كنغركم كبرات سمعتنا حواتن أحاتن أيتو السحتوا نكم نستقاتكم ربي سبحانه وتعالى نملا لك اسلام يعني لنفسهم لطعمهم دحري موت صدقة نخكبرو وكم أون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلهم إذا مات الإنسان إن انقطع عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له إذي تستحوونكم سقاتكم وبرضو رب سبحانه وتعالى يبلاكم في القرآن إنا نكتب ما قدموا وآثارهم إنا نكتب ما قدموا وآثارهم زي إلهم علماء بزعباء ناي أوقافيو وأوقاف بعدنا فلوتيو نيروم بعدنا جنزب دلو رب زوفقه وقف يقبر نيروم وقف كعاء جزا سريحو بيت مرتي يقدف وي مسجد يسرح وي علا يقعد إذن قال بعدنا فلوت يكسالهم وين الله تسبدا مبزحته ناب مسجد مسرح وعلاتات مقعد قالوا زنبيلون بري قدم بزح نقراتي نيرو مسجد مسرح إلى مقعد راي أين برن دكاكين نيرو وبلا صوتات نيرو لكن إذا كله منقستي إثيوبيا ولمن إذا منقست زون درجة أبيدي يزله سلازي الحمد لله كتصرف له يتخلين خنبر أوقاف رب العالمين سبحانه وتعالى أفقد لنا وشرعي غير لنا من أنتن أتي ودسب وتي دعوة أتي تمهرتي تي نسب لطعمه من أنتن دوك هيبل مخنياتو من قصتات بتي دس دبلانين دوطعة نتي دس دبل نتي نعاتن مستي بوليتيكا ناتن دكايدن دي حقزا كابزو وصعي لكن كحقزا أي دليانين وي أي كإلانين سلازي إذن نقر إذن خيركب رب سبحانه وتعالى سناي تكبار زقبرو السبات أزيزوهم انت دا اجركم انا اجري كخطب لكم واجري كصحف لكم الهم سلازي كاب مجمريا بزبن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كسعلومي اوقاف دواي بلن ابقى قال عدتات توم قفعنياتات سب بالفعل وسيدمو اب قبصي يكون ولا بايثيوبيا يكون ولا اب اريترا يكون ولا بزخون عادتاتنا عربون يكون توم قيف عنياتات نزي أوقاف زي تأميم جرام صحيب أمه وسيد أمه ولكن قال يقول اللوخ سعلمي تي أوقاف وين حقتات تقيروا له زخون سب وقف كقبر الزلاء في سبيل الله يصحفوا أمن قستي مالتيو وأتم أوقاف زكايدو دماء يعني في سبيل الله إلهم كا قد سرحوا له بماهية الدماء وين سرحوا له أب السعودية بتعمي بزوح أوقاف له كساحة مش مليار دولار زبتصح أوقاف له تلفزيون خماني عبيتي هفاتم سبات بزوح جنزبهم أوقاف كيرمو كان بعل سليمان الراجحي كان بعل الشيخ السبيعي كان بعل جميح زيهم كلهم أوقاف اللوم بزح جنزب ربي بوم وإذا جنزب زي إني تقم كسبات تسريح مالتي أتي مبزحتو أوقاف قبرن كله تمها فاتم إني زختامات إني مساجد إني دتتقمة دخا زخنة إني أرامل يعني أرامل مالت تفتحاوي أسبوتن متوهن نزيات يومين طيب عادة تقبروا لكن أوقاف علماء أوقاف فلاطات تقبر زي نقرزي يلن
إلا نادر. ممكن بحدا وقف بلكا إن عالم كندزي، إن أيتام كندزي، إن بزختامات أيتام كندزي، إن أرامل تفتحات بلا كندزي، دخاتات كندزي، مساكين كندزي إلو صحف الله وصية صحفهم كله. علماء طراي إلكا أوقاف أنا سمعي فلتن إذا وقف زين علماء لو مدما تم علماء حق خزاربو سلا جمروا وتي منكر ريوم سلا سق ديبلو فرحت ربي سلا زخنو كاب صرحهم أو تيمم المنجستات كاب صرحهم أو تيمم ونقاليهم أسيرمم نقاليهم قتيلمم نقاليهم أبالي رمم فتم حجي مهاجرين كوينهم الوصول بطعمي دخاتات كوينهم بعالم تريفهم مالتهم نمنتاي كاب صرحهم سلا الوصول وزغا أحد خابت جيجا نايتي ممهر عالم تباهيلو انتحرد اتي سروحو بجكا كم منقستي ما هيو كم منقستي نحرد أقبل كوينو منقستي دوتا بلاتو مالت يتقم وتي معيشة ناتو سلولو يأتوه سلازي شجر زي تيجي قاعد ما علماء يعني تي مهيا ناتهم تسرحهم ناتهم أم نجد كون نيرو أم نجد كأتو نيروهم نجد حرقاتهم مالتي تي أتوت ناتهم حر خون يقل ناطع كابسة بيقبلين بجاك خبر ربي سبحانه وتعالى يزيد ما نيرو سراح ناي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فسيدنا محمد أبتحت السب صرح النبرون تادع نيرم نقادا يم نيرم نقادا يم نيرم هو قدمي ممرعوام نستنا خديجة هو يقاسي نيرم أطال يقاسي نيرم بما هي لكن دحراي ربي مش فتح لهم وتمهرتينا نقدت رب سبحانه وتعالى إلهام مصابهم نزهفتهم سبيتي خديجة بنت خويلد المخزومية رضي الله عنها وأرضاها ناتا نقد بزح بأمانة بزح سريحهم ولا مالتهم. فإذا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نقادايهم نيرم كم أمن أبو بكر نقادايهم نيرم كم أمن سيدنا عمر نقاداين ومزارع حرستا نيرم وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف زيتاتهم كلهم نيرم. فسلازي هفاتهم نيرم وسب تطوكب بلا ما كإلني نيرو لأنه تي هفتناتهم بطعمي قفيح سلازي نبره ولذلك صحابة دما زخوان صحابي جنزب دلو وقف كي جبره أي حل فيني نيرو وقف امتزب الكخوم مالتيو سلازي إذا أوقف زي نبزوح دك إسلام تغيبو مالتيو نبزوح فلاطات مهيرو نبزوح تمهارو مهيرو نبزوح فلاطات كمزو مهرو غيروهم سلازي أزينا قريزي أبزي جزينا مسترخبة إذن كلهم فلاطات وعلماء تركيا دمتو أمول عالم زلو شقرات كوينهم سلا ترخبوا علماء تأكبهم حدا نقر مهزم مالتهم سخاء وقف أسرحهم وقف تمكين العلماء دبهل وإذ وقف زي النتم فلطات علماء أمول علم دلو يعني كيف لا ليو دك من مخانهم كبي عد بمخانهم تعدلتهم طلمتهم كيف لا ليو ازي نقر زي انبقار مهزم وبالفعل كأني لتشينسا وسيدهم كاب تركيا انت من ممهر عالم رباني زخنه كحجوزو سلازي رأيكم حدي أبسيطات كتريوه دس بلني تي حفلة تجبره بعل شيخنا الشيخ عصام البشير بعل شيخنا الشيخ محمد الشيخ علي ابن علي القرداغي وكم من شيخنا الشيخ محمد يسري وزحات يعني علماء ومشايخ تزاريبهم فهذا الذي مزيس اللي تهزقت فكم تسبع يقبر ملاته. المنافسة الكبرى ليست على الموارد الطبيعية
وإنما على المعرفة والابتكار والبحث العلمي والقدرة على إنتاج الأفكار. لهذا أصبحت العقول المتميزة هي رأس المال الحقيقي للدول والمؤسسات. ومن هنا تأتي الأهمية أن يكون للوقف دور ريادي في صناعة هذا المستقبل، لا أن يكتفي بمواكبته. تاريخنا المعاصر عرف حضارات نمت وانتشرت ثم بليت واندثرت، وعرف أمما ظهرت وازدهرت ثم اضمحلت واندحرت فلم يبق منها أثر، حتى ظن كثير من فلاسفة التاريخ أن الموت بعد الازدهار هو قانون الأمم والحضارات، بيد أن أمة ذات صفة ربانية منحها الله تعالى من عوامل البقاء والديمومة ما يقيها أسباب الاستئصال والبلا، مهما كان كيد أعدائها كبيرا ومهما كان خذلان أبنائها أليما شديدا. هذه الأمة حفظها الله تعالى في مصدري هدايتها ورشدها. الأمم السابقة حرفت مصادرهم، يحرفون الكلمة. وكبرات سمعتنا زيوم الشيخ عصام البشير بهلو حدا خبتم مرحتي نايزي وقف تمكين العلماء. إذا وقف زي تمكين العلماء ملت كلهم فلاطات نمو العالم دلو تكسلم منا شيوخ ما يقبر لهم وجزاخ سرح لهم. والمهم الناس أن يخونوا مئنتن حق خزاربو مئنتن نسب كمهرو مئنتن كم من قدي تقام نم من قدي يمان سب كمرحو. لذي حدا قبل مرحتي نايزي وقف سيزي وقف تمكين العلماء الشيخ عصام يبل نيرو الشيخ عصام يسرح زي حجي كونن تولدو كاب قدميو ولكن مويتو عندنا حجي احنا نتسأل لنا سلازي زي واجب سلازي خانه ابز اوان زي امبار نبشركو وميلو تزاريبو جهان سمع قال ناي شيخ علي محي الدين القرداغي الرئيس العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. وقدرا وأنا عندي حقيقة إن شاء الله عادة طيبة، وهو المعايشة مع الآيات القرآنية واستحضار كل ما يدور في موضوع واحد. كنت أعيش مع هذه الآية الكريمة وأقرض الله قرضا حسنا، فوجدت طبعا أن الصحابة فهموا من هذه الآية الوقف، ولكن ليست القضية مفهوم الوقف، إنما القرآن الكريم أصحاب الفضيلة والسعادة كرر هذه الآية بنفس الشكل مع تغيير الفعل إلى فعل ماض أو مضارع أو أمر 12 مرة، لم تتغير كلمة لفظ الجلالة أقرض الله قرضا حسنا، وإنما أقرض يقرضون أقرض، سبحان الله يا الله. فهنا تدبرت لماذا بهذه الصورة، فقارنت مع كلمة قريبة من هذه الكلمة تكررت تقريبا أكثر من هذا ولم تتغير أيضا متعلقات الفعل، كلمة في سبيل الله، جاهدوا جاهدوا يجاهدون في سبيل الله. فتوصلت إلى مسألة مهمة جدا، وهي أن الجهاد بمعنى القتال هنا بالتأكيد في سبيل الله بمعنى القتال هو لحماية الأمة من العدوان الخارجي وحماية الأمة من الجانب العسكري وما أشبه ذلك، وهذا مطلوب. أما أقرض الله قرضا حسنا أي الوقف والمال لحماية الأمة من الداخل، لحماية الأمة من الداخل.
من الفقر ومن التخلف ومن كل هذه المشاكل التي نحن نعاني منها. وطبعا كلمة أقرض الله وإن كان الوقف في القمة، ولكن يدخل فيه جميع أنواع الصدقات والخيرات والنذور. كبرات سمعتنا زي الأستاذ الدكتور بروفيسور يعني علي محي الدين القرداغي، الأمين العام الرئيس العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. الاتحاد زي يعني قبل إلى 10 شح علماء أبالات كوينهم يركبوا من الاتحاد زي. وكبرات معتنا تايد ولد الله الشيخ علي يبلع له القرآن الكريم بزح آيات نركب وجاهدوا بأموالكم أنفسكم وجاهدوا بأموالكم أنفسكم، وآيات كهذه على دماني مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة وأقرضوا الله قرضا حسنا، أقرضوا الله قرضا حسنا. قال يوم كان يقول دماني الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، وإلك بزعبا جاهدوا بأموالكم وأنفسكم إلك أزي أنتن نتي مريتنا يسلمنا بدقر مت صلائي مخلكال مالتيو محلاو وتصدقات دماني خمس أوقاف زقبر دلو نتي حبرة سب بوجت دلو خاني من قد خيصيق محلاو مالتيو خا. سلازي ممهر نحرا له كل شعب مرحكة وز ممهر زي يعني مهيئون جزاؤون مبلعون مستيئون النابرون الحرد أني يعني تقرب له تخونك توفر له تحرقونك أي تفئين زي حزب زي يبدأ الله الشيخ محي الدين القرداغي. وأنا وين تزاربه بزعبان يزي كل ما ناتي ممكن تسمعوا ودسب لني. بارك الله فيكم. رسالة أبقى من الأشخاص وأعظم من المصالح العاجلة. وهنا يبرز السؤال الذي ينبغي أن نوجهه إلى أنفسنا: هل يكفي أن نثني على العلماء؟ هل يكفي أن نكتب عن فضلهم ونصفق لهم في المؤتمرات ثم نتركهم وحدهم يواجهون أعباء الحياة؟ كلا، فإن الأمة التي تستهلك علم علمائها ولا تستثمر فيهم كمن يرجو الثمرة وقد ترك جذور الشجرة تجف وتذبل. أيها الإخوة الفضلاء والأخوات الفضليات، إن رعاية العلماء ليست منة نمن بها عليهم ولا إحسانا نتفضل به عليهم، بل هي حق للعلم على الأمة وواجب تمليه المسؤولية الشرعية وتقتضيه المصلحة الحضارية. فالإنفاق على العلماء ليس إنفاقا على أشخاص، بل هو استثمار في العلم وإسهام في صياغة الوعي وبناء المستقبل لهذه الأمة. ولهذا فإن دعم العلماء لا ينبغي أن يبقى حبيس المساعدات الموسمية ولا الإعانات المؤقتة، فالعالم ليس طالب صدقة ولا منتظر هبة، بل هو صاحب رسالة وقائد مشروع وحامل أمانة. إن ما نحتاج إليه اليوم هو الانتقال من ثقافة الإعانة. وكبرات سمعتنا هذه حفلات خيادة ناي وقف علماء، وقف تمكين العلماء بطعمي طبوق يعني قبائي تخايدو وقساع سواء حمشتن عالم زخونو سبات تساتفهم وبزح علماء تزاربهم. كابون نسمعكم آخر كلمة تزاربوها مفتي سوريا وين تساتفوا مسانا وتي كلمة ناتو تسمعوا دسبلني. ما ينوف على 60 عاما من القهر والاستبداد والتحكم والإفساد
الإفساد لدين الناس ولعقائدهم ولسلوكهم ولأخلاق الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، السادة الكرام أعضاء مجلس الأمناء لوقف تمكين العلماء، السادة الحضور، الإخوة المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لقاءكم هذا لقاء موفقا ميمونا إن شاء الله، وأن يجعل احتفالكم بهذا الوقف ومسيرة هذا الوقف الموفقة أن تكون نبراسا طيبا وقدوة صالحة لوحدة كلمة العلماء ولرص صفوفهم وللتوفيق في مسيرتهم نحو التأثير الكبير في مجتمعات المسلمين، حينما تكون كلمة العلماء واحدة وكلمة الدعاة إلى الله تبارك وتعالى أيضا واحدة، والمسيرة تكون موفقة مسددة من الله تبارك وتعالى حين يرافقها الإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى. فهنيئا لكم على ما أقامكم الله تبارك وتعالى فيه، وأسأله سبحانه أن يجعل لوقفكم هذا نظائر في جميع. وكبرات سمعتنا زي زربان مفتي سوريا الشيخ العلامة أسامة عبد الكريم الرفاعي، وبزعبا دبدبة سديدهم بزعبا زوقفسي، رب بارك لكم، رب وفق لكم إلو بأر دعاء غيره. بدحري زون إن مجرشة بزوحات زرباتهم تزاربهم، لكن مجرشة الدكتور محمد الصغير وانت ساتفو دعازي وين غيره لكم. تمكين قالوا رضيه رسول الله لديننا ألا نرضاه لدنيانا. العالم الممكن أبو بكر الذي مكن من إمارة الحج ثم من إمامة الصلاة، من هذا المكان العلمي قيس عليه ما هو يأتي بعد ذلك من إمامة المسلمين الكبرى. وبوادر التمكين للعلماء بفضل الله موجودة، فقد أصبحنا على رأس 100 سنة جديدة ظهر فيها مجددون. من أوائل التجديد كل من رفع راية الجهاد والاستشهاد. موضوع تمكين العلماء بدأ في أفغانستان، ودكتور غازي التوبة له مساهمات وكتابات في ذلك. طالبان طلاب علم، والملا هو المدرس، والمولى هو العالم. فإمارة طالبان الإسلامية هذه إمارة علمائية، وجمهورها الطالبان يعني طلاب العلم. وزرنا مع مشايخنا الكرام وفضيلة رئيس الاتحاد، فرأينا أن أمير المؤمنين هو أمير البلاد، ثم العلماء أهل الحل والعقد، والوزراء في المرتبة الثالثة. يبقى أمير المؤمنين أعلمهم، والعلماء هم أهل الشورى، والوزراء في المرحلة الثانية. والآن رأينا تمكين العلماء بفضل الله وبفضل الجهاد والمجاهدين في سوريا. مولانا المفتي العام فضيلة الشيخ أسامة الرفاعي كان موجودا على كرسي من كراسي المهاجرين بينكم في اللقاء الماضي، كان على كراسي المهاجرين. بفضل الله وبالجهاد وصل إلى منازل الممكنين بفضل الله تعالى. المشروع الذي تفخر به الأمة، وأختم به، مشروع هذه كان شيخنا الشيخ محمد الصغير ما شاء الله بزعباني تمكين العلماء أبطبوق نسبي بتصح وحق يزدربوا وتم كلهم علماء بأفغانستان بسوريا بفضل الله ثم بفضل حق الزراب أبصبح ممصح نهلو صبوا بصيحهم نبلكم حجي إن شاء الله تي سئلتات هدايا وتذاكر
هدايا تذكارية زبها الهبوم إذي الشيخ أماكل دلو الشيخ الدكتور غازي التوبة يبهل ووقف تمكين العلماء إلى قعيتلو كهدية نمنتاي لأنه تعبي صراحه أولا عبي شيخي وبزوح مصحفتي صحافي ودين الإسلام خدمي ولومي ود 8 عمت كوينو فإذا شيخي زي عبيتي روابط علمية أكيبو بحن ساب كوينا بحبار كوينا نسرح إلو تصاوعيت مسقبره حنتي خابتي روابط علمائية نمنتاي وقف العلماء دين يقبر إلى رئيتها أمس هبت مرحبا إلو تقبلو نزي وقف زي بقر أبطب خمد بيصيح غير ومالتيو من بهال زي الدكتور غازي التوبة زي الدكتور محمد عبد الرحمن يبهل وهاب دلوين علاق عيتم هو زلو إذا خاء حاجة خبتهم فلطات ناي أوقاف خبرات اللو بزعباء أوقاف كمير كهم تقبر قانونيا كمير كهم تمزقب كلها أنا موتس لازم خلنا أوقاف نقبر كبرات سمعت الناس وعكم ومزياتهم خبراء دلهم كأني مسؤوم متدراري منهم انتبهينا ويكم أتم دا مسلو أوقاف نقبر إن نفسنا نعنا نحرموتنا نطمنا يعدوا ماكم مالتيزي الدكتور محمد عبد الرحمن يبهل أزي الدكتور أنس زين الدين يبهل سب أيزي محامي نزي وقف زي كل وراء أتو ديشرشو أب محكمة أب شؤون الدينية أب عبيت سبات مسؤولين دخلوا أب منقستين تركيا طبعا تركيا كابتن بلطة منقستات علم أوقاف تحلو إيو حتى بزبن أتاتورك أوقاف هاي تتنكفن أوقاف هاي تتنكفن بزوح علماء قلتلون كله أوقاف هاي تتنكفن يبلكم فزي سبزي الدكتور زين الدين المحامي يزبها مالتي زخاء درع يوهب له نمن مفتي سوريا أكندو الدكتور جمال أيمن الجمال طبعا كان يماناي كساعة جماعة نقولكم يماناي دلو الدكتور محمد يسريو بدحريو الدكتور أيمن الجمال بدحريو عصام البشير بدحريو الدكتور محمد الصغير جاتهم كلهم عبيتي فلطات علم ملوء أمر بالمعروف نهي عن منكر نسبد مهروء يوم رب حلوهم ويحلونا ويحلوكم النبل اليوم تم بزحتي سبات يعني تم يعني أجهش دمسو كابتفال على عدتات دك نستيون دك تبعتيون دك نستيون قبل سئلي ترأيان زياتهم تم قندي مشايخ مع الدكتور عطية عدلان دكتور محمد الصغير علي القرداغي وغازي التوبة وعصام البشير البروفيسور جلال الدين وين تزاريبه تسمع يا عبد الله هل ممكن تسمعنا شيء من كلمات دكتور جلال نسيناه على كل حال أيضا في صورة ورينا حق سواداغو زي أنا لسعمد الأخر رؤسو حدا عبي فلات الأستاذ الدكتور محمد الأمين سواداغو زبهال كبوركينا فاسو وانت عدمو بصيحو بارالايسيو يعني شلل اللو وسراح يبلون نبعر كم خمسياتهم يقبر تبيلو زي الدكتور أحمد الحوا زبهال هذا خابتم عبيتوا علماء نيسوريا مالتي أزغاء الدكتور محمد خير الله طالب هذا خابتم عبيتي مشايخ نيسوريا وعضو إفتاء سوريا نعم ولكن لا بأس أن أقول كلمات لعلها ترطب المجلس وتثير الحفيزة والحمية لمواصلة هذه المسيرة المباركة بإذن الله عز وجل. حديثي إليكم لن يطول وسيكون حول
عنوان الملتقى: وقف تمكين العلماء. ومن وحي العنوان الوقف وسيلة وليس هو في ذاته غاية، والمقصود منه التمكين، وليس التمكين في حد ذاته غاية لاستعلاء النفس واستكبارها، وإنما لتمكين العلم والعلماء. والعلم والعلماء رسل الله في الحياة، يهدون الناس إلى ما تستقيم به حياتهم. وقد سمعتم في ذلك الكثير من الأكابر العلماء الأفاضل الذين سبقوني في هذا المقام. ولكن العنوان يوحي بأن التمكين في سبيله الكثير من التحديات والصعوبات، وكأننا في معركة ذات جوانب متعددة وفعلا نخوضها. فمنا من يخوضها في ميدان التمكين العسكري، ومنا من يخوضها في ميدان التمكين السياسي، ومنا من يخوضها في ميدان التمكين الاقتصادي. ونحن شاء الله أن نخوضها في ميدان التمكين العلمي والفكري، وهو بناء الأمة وإحيائها واستنهاضها من جديد ليتحقق هذا التمكين. الأمة تعيش في جزء كبير منها حال. وكبرى سمعتنا زي ودي إريترا البروفيسور جلال الدين محمد صالح وين تزاربه نزل خمسة مسألة أوقاف يعني كدقفها اللو إلو ونحن بطعمي يدلينا يبعدنا نتم كلهم فلاتات بعدنا زلو كندقفهم إلو تزاربون بلكم مترجتو زي آخر سورة ناي تأشموكم لنا تأكبنا تسائلنا عبيتي فلاتات نملوني علم ما تراخبهم زي ما ذكرت تسائلهم ربك قبلوا اندابلنا زربنا نعطو مالتيو. وبهذا نختم إن شاء الله. كبرات سمعتنا زي وقف سي أب تركيا تمزجبو كساتف زي خبختكم ولا حد دولار يخون لزوم فلاتات سبات كحجز زي وين ياد اللو يعني وقف كجبر بلاسو يخون لك إريترا كلها هنا كنا ندخاتات اللونها فاتم الحمد لله. سلازي تعويعي تقبر لكم وين سخاتكم من تفليتكم تسمعون تقومكم وي تفلتوا سبات سبقن زبت اليوم بهوتهم كله صدقة قبروا زدليو نهلكم زي صدقة زي ناب مهران وكل شاع تمهرتي أجري يبتصحنا بخاملتي. سلازي قد فلكم فيلم بو إن شاء الله نختم مالتيو إذا صراحة زين تدعى صريح كيو كنا من أجر خمد لك فيلم. يا عبد الله اعرض لنا فيلم ماذا يعني لو دعمت الوقف، وخلاص أنا سأختم وأخرج وخلي الفيلم شغال. عرفته آخر فيلم. نعم بارك الله فيكم كبرى سمعتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على نهج الرسول لنا مسير، وعند الله للساعي مصير. شغلنا عن طريقك يا حبيبا، فسيل الضيم في دمنا.